يا بابا، ما كانش يقصد. بيزعلي قدام الناس يا ملك. ما كانش يقصد، معلش. السلام عليكم. رايح فين؟ طالع البيت. ابويا ممكن تسيبني عشان انا جاي من الشغل وتعبان ومش قادر، عايز اغير واخد دش. مالكش دخول بيت عندي تاني، بقى تزعلي قدام الناس يا خسارة تربيتي فيه يا بنتي. اللي انت بتقوله ده يا ابويا؟ سمعت؟ مش قال لك كلمه ما تتناش، قال لك مالكش دخول البيت، يعني مالكش دخول البيت. في ابن يزعق لابوه في الشارع؟ يعني شقايه وتعب راح على الفاضي. عارف يا ابويا، والله ما هتشوف وش تاني. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدنيا اهي. هلا قولي لي يا مالك، باباكي كان بيزعق لمين امبارح؟ لاخويا. طب كان بيزعق ليه؟ عشان اخويا على صوتي على بابا في نص الشارع. معلش لا انا زعلانه. قفشتك تاني مرة توعدني يا ايهاب وما تجيليش. انا زهقت منك، دبلتك اهي. مي والنبي سيبيني في حالي، انا مش طايق حد. ايه ده مالك يا ايهاب، انت بتعيط؟ ابويا طردني من البيت. طردك ازاي يا ايهاب؟ ده انت اللي شايل البيت وشايل اختك. معرفش بقى ولا حصل. طب وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا مي، بس مش هرجع البيت. يا ملك. ايه ده حاج بحري، مالك في ايه؟ دكتور مصطفى، كويس يا ابني ان انا لقيتك. ايه ده مالك في ايه؟ طب طمني. معرفش، بس الدواء بتاعي خلصان بقاله كام يوم. ازاي يا ايهاب ما ادكش العلاج؟ يا ابني نزل، انا اللي زعلته. طب انت لازم تاخد العلاج، تعالى معايا. حاج بحري. شغل يا مصطفى. ايه دكتور مصطفى؟ والنبي يا دكتور مصطفى الله يرضى عنك، لو انت جاي تصلح ما بيني وما بين ابويا فانا الموضوع ده قفلته. ابوك مش هيتكلم تاني يا ايهاب. يعني ايه مش هيتكلم تاني؟ يعني بابا مات. بابا ايه؟ شد حيلك يا ايه اللي انت بتقوله ده؟ بابا مات يا ملك؟ تعال زعل قدام الناس يا خسارة تربيتي فيه يا بنتي.